أهلا ومرحبا بجميع مشاهدي ومتابعي قناة أوراق التارو. يا ربي إن شاء الله كلكم بخير حبايبي. اليوم الفيديو حيكون بعنوان ما هو الوضع العاطفي للحبيب أو للشريك، وحيكون اليوم الفيديو للمنفصلين، فهو بمثابة الكشف العاطفي عن حياته العاطفية في هاي المرحلة. شنو وضعه الحالي؟ هل هو منفصل؟ هل عنده علاقة أخرى؟ هل هو سنجل؟ هل هو يفكر بينا؟ هل هو عنده نوايا بالرجوع إنه إلى آخره؟ وهاي اليوم القراءة حتكون قراءة للمنفصلين، للمطلقين، سواء كانوا منفصلين صار لهم فترة طويلة، صار لهم منفصلين صار لهم أشهر أو حتى أيام أو حتى أسابيع، وتريدون تعرفون الوضع العام والعاطفي لهذا الشخص. بالفيديو هذا اليوم حيكون عندي ثلاثة خيارات أو ثلاثة أوبشنات. حتكون الخيار الأول اللي هي الزهرة أو الوردة، ما أعرف إذا واضحة على الكاميرا، هاي اللون البينك أو الوردي، اللون الوردي الفاتح أو الوردي، ما أعرف إذا واضحة على الكاميرا، إن شاء الله تكون واضحة. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني اللي هي قريبة من البصلي، اللون البصلي هذا مثل ما تشوفون، هذا الخيار الثاني. والخيار الثالث هي الوردة البيضاء، هذا إذا واضحة على الكاميرا. حبيت يوم أغير مو أحجار، تكون على شكل ورود. هاي الوردة البيضاء، هاي عندنا الألوان، والبينك أو الوردي، بس هسوي الكاميرا حتى تكون أوضح، والبصلي. ما أعرف إذا واضحات، بس حاولوا إنه تصفون بالكم، تاخذون شهيق زفير، اخذوا نفس عميق، وحاولوا تختارون واحد منها، حتى لو كانت الألوان مو واضحة على الكاميرا. يعني بصراحة ما أعرف إذا كانت واضحة كلش الألوان. حاولوا تختارون اللون اللي أنتم تحسوا إنه قريب لكم أو قريب لشخصيتكم أو لونكم أنتم المفضل من هاي الألوان اللي ذكرتها، حتى نبدي القراءة حبايبي، ونشوف الكشف العام أو الكشف العاطفي عن هذا الشخص اللي أنتم منفصلين عنه. طبعا طاقة الفيديو حتكون مدة شهرين من وقت قراءة، من وقت القراءة يعني، مو أكثر من شهرين. وتقدرون طبعا بأي وقت تحبون ترجعون وتشوفون الفيديو، ممكن تحطون طاقتكم على خيار آخر، أو ممكن تختارون حتى نفس الخيار، لأنه طاقة ممكن تكون يعني متغيرة أو ممكن تكون ثابتة، يعني حسب الحالة. فهذه الخيارات حتى نبدي بالقراءة. وراح أبدي القراءة الأولى، أخذ الرومانس أنجل أيضا، وراح أبدي قراءة. أسوي تنويع بالفيديوهات، يعني مو دائما حسب الأسماء، مرة حسب أسماء أو الأحرف العفو، مرة حسب الأحجار، حسب يعني أحاول أنوع، لأنه بصراحة ألاحظ أنه أنزل حسب الأسماء، البعض يريد حسب الأرقام، أنزل حسب الأرقام البعض، فحسوي أنه الفيديوهات حتكون متنوعة على القناة. كل فترة أنزل فيديو متنوع حسب الأحجار أو حسب الأرقام أو الأحرف الأسماء إلى آخره. بس عموما أحاول أنه تكون الأحرف الأسماء من تكون القراءة يعني معقدة أو تفصيلية، لكن أحاول أنه أرضي الجميع أوعدكم. هسه القراءة الأولى بسم الله نبدي، اللي هي اللون الوردي. نسحب لكم كارت. أوكي، راح أشوف عندي بالنسبة لي القراءة مشاعر هذا الشخص، بس راح أحاول حتى توضح الأوراق لكم. مشاعر هذا الشخص الحالية، شلون دا يشوفكم انتو، شلون دا يشوف العلاقة، نواياه وخطواته تجاهكم، ونصيحة العامة لكم. هاي نصيحتكم. نقلب الأوراق ونشوف. هاي النصيحة العامة لكم. أول شيء بالنسبة
خليني اقول لكم الابراج بالاول حتى ما انسى، لان البعض يقول انه بعض القراءات انسى الابراج، فحتى ما ننساها. الابراج اللي اشوفها عندي برج القوس الناري، برج القوس، وبرج الحمل، برج الحمل هذا، بدي اشوف ايضا برج الدلو، هذا برج الدلو. اوكي طلع لكم كارت الرومانس enjoy the bliss of holiday time together. حتى لو انتم حاليا منفصلين، لكن هذا الكارت بالنسبة لي يعني انه اكو امل انه تمر علاقتكم بنوع من الهانيمون، اللي هي مرحلة او الهانيمون هو شهر العسل، لكن ليس دائما معناه انه شهر العسل، احيانا انه البداية الاولى او الستيج الاول او المرحلة الاولى من العلاقة العاطفية عموما يسموها ايضا الهانيمون. هي مرحلة انه يكون كل التركيز على الشخص الآخر بحب، يعني ما نقوم نشغل عقلنا أكثر مما أنه إحنا نعيش اللحظات الجميلة مع هذا الشخص ونحبه وننظر له بعين الحب اللي هي 100%. فعلاقتكم ممكن أنه تتجدد وتبدي مرة ثانية في مرحلة الستيج الهانيمون أو شهر العسل، اللي هو مرحلة أوج الحب مثل ما نقول، لأنه الحب أيضا بمراحل، فاكو احتمالية كبيرة أيضا أنه عندكم هيك أمل أنه ترجع علاقتكم. فهذا كارت إيجابي حقيقة من الرومانس أنجل، مبشر بالخير. خلينا نشوف مشاعر هذا الشخص تجاهكم. الستار، هذا الشخص دا يشوفكم أو مشاعره تجاهكم، دا يحس يا أما أنه أنتم تباعدتوا جدا من ناحية المشاعر، أنه أنتم صرتوا بعيدين كلش عليه من ناحية المشاعر، أنتم في طرف هو في طرف. ممكن البعض الآخر منكم أنه هذا الشخص دا يشعر أنه أنتم تتشافون من الشيء صار بالماضي، من الأشياء اللي جرحتكم بالماضي، خاصة مع علاقتكم مع هذا الشخص وأنتم في مرحلة الشفاء أو almost مرحلة نهاية الشفاء. دا يحس انه البعض من عندكم ايضا مشاعر تجاهكم انه انتم مركزين على حياتكم، مركزين انه توازنون حياتكم وتعملون عملية الشفاء الذاتي والعاطفي الداخلي. بعد نهاية كل تجربة أو في نهاية تجربة زواج أو حتى علاقة عاطفية، أكيد الإنسان يأخذ له فترة أنه يعتزل نفس يعني مع نفسه، حتى أنه يراجع الأشياء اللي صارت في حياته خاصة من الناحية العملية. فهو دي يشوفكم أنه أنتم مريتوا هاي المرحلة اللي هي المراجعة، وهل حاليا أنتم في مرحلة almost أو المرحلة النهائية من الشفاء. أيضا البعض من عندكم أنتم حاليا في أوجكم، في أوج ازدهاركم في أي مكان، سواء كنتم مثلا تسوون نوع من الدراسات العليا، أو أنه أنتم حاليا ناجحين جدا ومشرقين ولامعين في مجالكم أنتم العملي اللي تشتغلون به، سواء كان عندكم البزنس الخاص بكم. ممكن البعض من عندكم فتح البزنس الخاص به، ممكن البعض الآخر يعني ماخذين نوع من الترقية أو يعني منصب أعلى من المنصب اللي أنتم سابق به. المهم أنه هو دا يشوفكم أنه أنتم الستار اللي هي النجمة المضواية، لكن أيضا البعيدة اللي هي بعيدة كلش في السماء. ممكن البعض الآخر من عندكم أيضا ممكن يكون سافر أو انتقل إلى بلد آخر أو إلى مكان آخر يعني بعيد، غيرتوا مثلا مكان الإقامة فصار أيضا أكو بعد بالمسافة. ليس بالضرورة فقط البعد بالمشاعر، ممكن يكون عندكم أيضا بعد في المشاعر بالإضافة إلى بعد المسافة. طيب هاي من ناحية مشاعر تجاهكم، لأنه أنتم النجمة الساطعين تضوون لكن أنتم بعيدين. من ناحية كيف هو يراكم أنتم كأشخاص، دا يشوف أنه أنتم عندكم نوع من الجقل في حياتكم. ليس بالضرورة أنه الجقل أو عدم التوازن، ليس بالضرورة يكون عدم التوازن هو ناتج عن يعني خلل او اكو شيء، لانه هنا دا يشوفكم انتم الستار، لكن ممكن دا يشوفكم انه انتم مركزين كلش على الشغل وهاملين الجانب مثلا العاطفي، او عندكم هوايه من المشاغل او عندكم هوايه من المسؤوليات، فتحاولون بشتى الطرق انه انتم توازنون حياتكم ما بين حياتكم الاسريه او حياتكم العمليه، ما بين يعني حياتكم الاجتماعيه كاصدقاء وخروج وتنزه مع الاصدقاء او حتى مع الاهل، وما بين انتم عملكم. يشوف انه عندكم عدم توازن على الاغلب، لان انتم هنا طالعين او مشاعر تجاهكم الستار. حاولين بالفتره الحاليه انه تركزون على انتم نفسكم وحياتكم
حياتكم العملية أكثر من التركيز على الجانب العاطفي. ممكن لأن أيضا أنتم في مرحلة الشفاء، فتحاولون أنه كمرحلة من الشفاء أيضا أنه تركزون على نفسكم، تنطون القيمة والأولوية الأولى هي نفسكم أنتم وحياتكم ونجاحاتكم. طيب هذا الشخص شلون دي يشوف علاقتكم؟ هذا الشخص دي يشوف علاقتكم انه ممكن انه يصير بها بداية وبداية إيجابية، لكن بشرط أنه تكون البداية بداية صفحة نقية بيضاء خالية تماما من الماضي وكل المخلفات الماضي من مشاكل، صعوبات، عراقيل، ورفر حدث بالماضي دي يشوف أنه صار بالماضي، دي يشوف أنه ممكن أنه العلاقة تقدرون تبدوها من أول وجديد بصفحة بيضاء نقية، وهي يعني شيء إيجابي. وهو مستعد أنه أيضا يأخذ الريسك فيما يتعلق في البداية الجديدة. لكن مطلوب طبعا يكون أخذ الأكشن أو أخذ الموقف في بداية العلاقة الجديدة لازم يكون من الطرفين. فعلى الأغلب ده يحس إنه في خلال القراءة هو مستعد إنه ياخذ الريسك ويفتح وياكم صفحة جديدة خالية تماما من الماضي، لكن يشوف إنه أنتم على الأغلب المتباعدين ومركزين على أشياء أخرى غير الجانب العاطفي في حياتكم. طيب نواياه تجاهكم، دي يشوفكم انه انتو الوشز، انتو الامنيات، انتو الشيء الوحيد اللي هو ناقصه في حياته حتى يكمله. ده يحس انه انتو البازل او انتو القطعة المفقودة من حياته حتى انه يقدر يكملها ويحصل على السعادة الكبرى، يحصل على الدفء العائلي اللي هي انتو الكأس الواحد المفقود في هذه الورقة حتى تصيرون التين اوف كابس اللي هي الحب الابدي، السعادة، الاسرة، البيت، الدفء، كل هاي الامور. فنوايا تجاهكم نوايا جدا جميلة وحلوة وصادقة، لكن دا اشوف انه وهذا الشخص عنيد متمسك بيكم يعني، وايضا هذا الشخص قاعد يراقبكم ايضا، اي نوع من المراقبة يعني، سواء كانت على التواصل الاجتماعي او حتى ممكن انه يسأل عنكم او يجي يعني يسأل عنكم في مكان عملكم او الى اخره. اذا يحس انه اكو ايضا نوع من المراقبة، هذا الشخص يراقبكم سواء بصورة مباشرة او عن طريق سؤال عنكم احد يعني المقربين او الاشخاص اللي انتم تعرفوهم. طيب نواياه تجاهكم، دا شوف انه هذا الشخص حقيقة يعني دا يحاول انه يوازن اموره، يحاول ايضا انه هو ايضا يشفي ويعمل نوع من الشفاء، يوازن ايضا مشاعره، وهذا الشخص ناطركم. يعني الاكشن الممكن انه هو ياخذه، هو مراقبكم وناطركم ايضا، ويحاول ايضا يشتغل على نفسه ويوازن اموره العمليه والعاطفيه، وحتى انه يوازن يعني مشاعره العاطفيه، ويحاول انه يصلح الاشياء اللي ممكن كانت سببت مشاكل بيناتكم في الماضي، سواء كان سبب الانفصال يعني من ناحيتكم انتم اجى او من ناحيته هو. المهم هو قاعد يعني ايضا يشفي ويصلح الاشياء اللي عنده خطأ في الماضي، هو قاعد ناطركم يعني، مثل ما نقول ده يخلي عنده صبر يعني، ويعرف انه الشغله مو سهله حتى انها تتحقق او انه ترجعون مع بعض، بس هو انه مستعد انه ينتظر ويصبر. طيب كارت النصيحه لكم، طلع كارت الجاجمنت. بالنسبه لي هذا كارت الجاجمنت يقول لكم انه هنا النصيحه باختصار انه انتم العلاقه مالتكم العاطفيه هي علاقه قويه، علاقه عميقه، ممكن انه انتم تعرفون بعضكم من حياه سابقه. الجاجمنت بالنسبه لي هو المعرفه او الترابط الروحاني القوي من علاقه من حياه اخرى. والنصيحه ايضا الاساسيه بالنسبه لكم انه بالاضافه الى هذا الترابط الروحاني والعاطفي القوي بيناتكم اللي ممكن تكونون انتم ايضا سول ميت او توأم روح او حتى توأم شعله، انه انتم تحاولون تنطون فرصه للعلاقه. فعلى الاغلب انه انتم سادين التواصل، سواء كان هذا طبعا هذا موضوع اكيد يعني يخصكم انتم، اكيد صارت اشياء بالماضي خلت انه انتم تاخذون هذا الموقف، لكن هنا دا يقول انه ممكن ينعاد ربيع الحب لعلاقتكم، ففكروا انتم انه تنطون فرصه
لهذا الشخص. مو شرط انه انتم رأسا حتعبرون عن مشاعركم ورأسا تفتحوا له الباب، لا اكيد طبعا لا. حاولوا انه انتم تفتحون الباب بشويه شويه حتى انتم تطمنون وتخلون العلاقه تمشي بشكل سلس، يعني ما بها اي نوع من الستريس او الى اخره. اكيد انتم خايفين واكيد انه هذا الشخص خايف، لكن تذكروا انه هذا الشخص عنده نوايا وده ينظر للعلاقه انه ممكن تعطى فرصه اخرى، لكن هو شويه هم ده يحس انه ما دا يقدر يبادر، لانه انتم الظاهر ما دا تنطون الفرصه العودة للعلاقة وإعطائها فرصة. فهنا كارت النصيحة لكم كارت واضح إنه حاولوا تنطون فرصة للعلاقة، لأن أنتم الترابط الروحاني بيناتكم قوي وتعرفون بعض من حياة أخرى، فأغلب علاقتكم توأم روح أو توأم الشعلة. أوكي حبايبي، موفقين. الأبراج اللي ذكرتها أعيدها مرة أخرى هي الدلو والحمل والقوس. والطاقات أشوف الطاقات المائية والطاقات الترابية. أوكي، هاي موفقين أصحاب القراءة الأولى أو اللي اختاروا الوردة البينك أو الوردي. هسه انتقل إلى القراءة الثانية. القراءة الثانية طبعا اليوم بدي استعمل ديك مختلف من كل قراءة حتى الطاقات ما تتكرر. القراءة الثانية هي الوردة باللون البصلي أو هذا اللون، ما أعرف إذا واضح على الكاميرا، هذا اللون البصلي، هاي الوردة. القراءة الثانية نسحب لكم أولا من الرومانس أنجل. اوكي، مشاعر هذا الشخص تجاهكم، شلون شايفكم، شلون شايف العلاقة، ونواياه تجاهكم، والخطوات اللي راح يعملها تجاهكم وتجاه العلاقة، وكارت النصيحة لكم انتو حبايبي. اوكي، اوكي. مشاعر هذا الشخص، اول شيء كارت النصيحة العام طلع او الرومانس انجل heart to heart conversation. honestly discuss your feeling with each other. المطلوب من عندكم هنا طالع انه من القلب محادثة تكون صادقة وصريحة بيناتكم انتم الاثنين، تناقشون بها شعوركم الحقيقي وكل شيء موجود في داخلكم بشكل صادق وحقيقي. هاي الرومانس انجل كارت. اوكي، طيب مشاعر هذا الشخص تجاهكم التين اوف كابس. طبعا من ناحية المشاعر مشاعر جدا كبيرة وجدا عميقة بالنسبة لكم. دا يشوفكم انتو الحب، انتو الحب الابدي، انتو الحب الابدي، الحب المثالي، الحب الصادق. انتو بالنسبة إلى الدفء، الحنان، الأسرة إلى آخره. انتوا الحب المثالي، يعني بالضبط انه احنا نقول انه الحب المثالي الحب اللي ما يتكرر، اللي هو مرة في العمر، لانه يكون كلش عميق. الحب اللي هو اللي احنا نرسمه في بالنا وتفكيرنا، اللي هو الحب الخيالي يعني، لكن بنفس الوقت هو الصادق. يعني هو هذا اعظم انواع الحب، فهو دا يشعر تجاهكم بحب كلش كبير. ممكن ايضا البعض من عندكم دا يشوفكم هذا الشخص او دا يشعر انه انتم مرتبطين، يعني انتو منطي ظهركم حبايبي، لان انتو عندكم اوريدي شخص اخر في حياتكم. بعض من عندكم ممكن يكون ايضا مرتبط او متزوج حاليا وعنده بيت واسره، للبعض من عندكم. بس خلوني دقيقه. نعم، ممكن البعض من عندكم دا يشعر هذا الشخص انه انتو بالاضافه الى هو مشاعره حقيقيه وانه عنده فعلا مشاعر تجاهكم، دا يشعر انه ممكن بعض من عندكم انه انتو قطعتوه نهائيا من حياتكم، وهذا بالنسبه له يعني مثل طعنتوه في ظهره،
وغدرتوا به وبديتوا فرصة جديدة مع شخص آخر، يعني سواء كان زواج أو ارتباط. طيب شلون شايفكم؟ شايفكم انه انتم قلقين، ستريس، شايف وضعكم الحالي انه انتم عندكم نوع من القلق، عندكم نوع من الستريس، فشي شاغلكم، تعبانين نفسيا، اكو شيء يعني مسيطر على عقلكم، تفكيركم، ممكن يشوفكم تعبانين من مظهركم الخارجي مثلا. ممكن البعض من عندكم ايضا يشوفكم حاليا انه انتم مرهقين، ممكن عندكم مارين بازمه صحيه حقيقيه، يعني مو ازمه توتر او ستريس، لا ازمه حقيقيه، يعني بحيث خلتكم انتم طريحي الفراش، وبسبب هذا الشيء مثلا تغيير كامل في مظهركم الخارجي، مثلا خسرتوا وزن كبير، أثر على ملامحكم الخارجية. ذكرت سابقا ممكن أيضا يشوف أنه بعض من عندكم هو طريح الفراش نتيجة لأزمة صحية معينة، أو سويتوا عملية عن قريب وأنتم مثلا طريحي الفراش سواء كان في البيت أو في المستشفى. المهم هاي كلها الخيارات اللي يشوفكم بيها. المهم يعني الوضع اللي يشوفكم بيه من ناحيته هو اللي يشوف أنه أكو قلق، أكو ستريس، أكو نوع من الوجع، التعب إلى آخره. طيب نظرت لي العلاقة، شلون شايف العلاقة بيناتكم حتى لو انتم حاليا منفصلين؟ شلون شايفها او ممكن انه توصل؟ هو حاليا محتار، هو حاليا محتار، هو دي يراقبكم، ودي يحلم بيكم وحاطكم انتم في باله، مع الرغم انه هذا الشخص عنده اوبشنات، لكن هو محتار، هو متردد. وعلى الاغلب هو محتار ومتردد لانه يعني حسب مشاعره تجاهكم او حسب اللي يشوفكم به محتار ومتردد، يا اما انتم حاليا في وضع نفسي او وضع صحي غير مناسب يعني انه يحكي وياكم او يكلمكم، او محتار ايضا شلون انه يقدر يمشي العلاقه او انه يسيرها، لان انتم اوريدي مثل ما قلت سابقا ممكن تكونوا البعض من عندكم للبعض وليس الجميع انه انتم مرتبطين اوريدي، يعني سواء كانت بعلاقة أو في أو في يعني علاقة جادة أو في علاقة زواج أو خطوبة، يعني فدا يشوف إنه أنتوا أوريدي ناطين ظهركم ومادين إيدكم لشخص آخر في علاقة جادة وعلاقة زواج أو ارتباط. طيب نوايا تجاهكم، هذا الكارت مشابه تقريبا للكارت الظاهر لي بالنسبة لرؤيته للعلاقة، اللي هو في حالة صراع داخلي هو بينه وما بين نفسه، صراع الداخلي ما بين مشاعره وما بين عقله، لأنه على الأغلب الأمور بالنسبة له غير واضحة، غير مفهومة، أكو أشياء ميسنج ما بين إنه هو دا يحس إنه أنتم ممكن بعض من عندكم مرتبطين اوريدي، او دي يحس انه تمرون بازمه او في مشاكل، او دي يحس انه انتم ستريس، او دي يحس انه انتم عندكم مشكله او وضع في البيت مثلا معين، فهو في حاله صراع. او ممكن انه هو ايضا في حاله الصراع دي يحس في العلاقه او خطواته ما يقدر انه يوضحها جدا، نواياه غير واضحه، ودي يحس انه هو في صراع، مثل ما ذكرت سابقا، او هو يحس انه العلاقه هي اصلا في مرحله صراع، لانه اكو اكثر من اطراف داخله بيناتكم سواء كان من ناحيتكم انتم او من ناحيته هو، فدي ياثرون على الوضوح او الرؤيه. لهذا طلع لكم الرومانس انجل، المطلوب من عندكم هارت تو هارت كونفرسيشن، مطلوب انه تحجون الحقيقه والصدق، والكلام الحقيقي الصادق النابع من القلب، وتحجون واحد لله كل الحقائق بدون لف ولا دوران. طيب خطواته تجاهكم، يريد يسوي هذا الشخص تغيير كبير بالعلاقة، فإذا أنتم منفصلين يريد أنه يتخذ خطوات وتغييرات جذرية بحيث تخليكم أنه أنتم ترجعون إلى بعض، يريد يسوي تغيير شامل في العلاقة، بما أنه أنتم منفصلين يريد يتخذ خطوات جادة، فهذا الشخص على الأغلب أنه راح يرجع يكلمكم أو يتصل بكم، لأنه يريد يسوي تغيير جذري شامل في طريقة تفكيره، في طريقة تعامله وياكم، شلون أنه يحكي وياكم إلى آخره. خلوا أخذ لكم أيضا كارتات أخرى، طبعا هذا ميجر أركانه. نعم، دا يريد انه ودا يتأمل انه
يعمل نوع من الشفاء او الهيلينج، وخاصه من ناحيتكم انتم. ممكن انتم اللي ابتعدتوا عنه، او ممكن انه هو اللي ابتعد عنكم. المهم يريد يسوي تغيير جذري شامل فيما يتعلق بالهيلينج او الشفاء والرفض اللي صار بيناتكم بالماضي، ويحاول انه يبتعد عن كل شيء يسبب الصراعات او الخلافات او الازمات بيناتكم. ظهر انتم في السابق كانت عندكم هوايه من انواع المشاكل او الصدمات او الخلافات، مثلا والمهاترات الكلاميه والمشاجرات الكلاميه، فهو يريد يبتعد عنها نهائيا وبشكل كلي، ويبتعد عن كل الباكج اللي كان في الماضي الواقف بيناتكم من مشاحنات، من كلام الى اخره. يريد تغيير جذري شامل للعلاقه، وراح يصير هذا التغيير سواء كان من طريقه تفكيره هو، ممكن يكون هو رافضكم بالماضي، راح يتغير. اكو تغيير جذري شامل سواء كان في سلوكياته تجاهكم، في طريقه تفكيره تجاهكم، في الخطوات اللي اتخذها تجاهكم، راح يصير. المهم اكو تغيير جذري شامل، لكن هذا التغيير لصالح العلاقه. طيب النصيحه لكم حبايبي، النصيحه هي تحاولون تبنون الفاونديشن انتو هذا الشخص من خلال الهارت تو هارت كونفرسيشن، من خلال الكلام الصادق النابع من القلب. الشيء اللي عندكم حاولوا انه تبنون فاونديشن جديد للعلاقه يكون مبني على اساس صحيح من الصدق، من اذا عندكم شيء داخلكم تقولوه من كلام حلو او من مجامله او من عتب الى اخره. اي شيء انتم في داخلكم حاولوا انه تبينوه وتحكوا لهذا الشخص بصراحه بصدق بدون لف ولا دوران، حتى تقدرون وتبنون فاونديشن العلاقه ويكون بشكل ثابت وجاد. لان فاونديشن العلاقه ما ينبني بطريقه صحيحه الا اذا كان اكو صدق ومناقشه من الطرفين بشكل واضح وصريح. الابراج اللي اشوفها برج الدلو، العقرب، هاي فقط الابراج اللي اشوفها، الدلو والعقرب. اما بالنسبه الى الطاقات فهي المائيه، الهوائيه والناريه فقط. نعم، الهوائيه، المائيه، الناريه. اوكي، موفقين اللي اختاروا القراءه الثانيه. هسه انتقل الى القراءه الثالثه، او اللي اختاروا الورده البيضاء هاي، او القراءه الثالثه، الورده البيضاء او القراءه الثالثه. وراح اخذ لكم ايضا ديك اخر حتى نشوف الطاقه او الانرجي. إذا كنتوا جداد بالقناة حبايبي لا تنسون فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس أهم شيء حتى توصلكم آخر الفيديوهات. الاشتراك بالقناة من خلال عمل السبسكرايب، وتفعيل الجرس كلش مهم، لأن كلش هواية توصلني رسائل ليش ما توصلنا إشعارات الفيديوهات نزليها، ما توصلكم حبايبي لأن أنتم ما مفعلين الجرس باختصار. اوكي، نبدي قراءة المجموعة الثالثة. مشاعر هذا الشخص تجاهكم، شلون شايفكم، شلون شايف العلاقة بشكل عام، نواياه تجاهكم، الخطوات اللي ممكن ياخذها هذا الشخص تجاهكم. ومدة القراءة حتكون شهرين من وقت مشاهدة الفيديو، ممكن يشوفون هذا الفيديو في أي وقت وتحسبون شهرين من وقت مشاهدة الفيديو. وكارت نصيحة لكم. اوكي، وممكن ترجعون ورا فترة ايضا تختارون الفيديو، ممكن تختارون اختيار اخر وتشوفون طاقتكم. اوكي،
اوكي. للقراءة الثالثة الرومانس انجل طلع لكم كارت ترو لاف، حب حقيقي. This is the romance of your love life. هذا الحب حقيقي، وهو هذا الحب اللي هو يكون لمدى الحياة. اوكي. مشاعر هذا الشخص تجاهكم، بصراحة هذا الشخص يريد انه يبدي وياكم بداية جديدة مبنية على الصدق، انه يريد يبدي البداية وياكم بداية مبنية على مناقشة صادقة حقيقية. مشاعر تجاهكم مشاعر في الوقت الحاضر عقلانية أكثر مما هي عاطفية، أو أكثر مما هي مشاعر متوازنة مبنية على العقل في الوقت الحاضر. أسحب لكم أيضا كارت. نعم، بس هذا الشخص عنده مشاعر قوية، وانتو علاقتكم علاقة على الأغلب توأم شعلة أو السولميت، وهو حب حقيقي أصلا طالع لكم. طلع لي هاي الكارتين بالنسبة لي اللي هي توأم الشعلة أو السولميت، طلع لكم كارتين. لكن هذا الشخص أيضا عنده مشاعر تجاهكم إنه شايل أحمال هواية نتيجة الأشياء صارت بيناتكم بالماضي. ممكن كنتوا أيضا في علاقة زواج سابق وانفصلتوا، طبعا هي قراءة عاطفية عامة للمنفصلين والمطلقين. ممكن أيضا لبعض هاي القراءة، لكن علاقتكم والترابط العاطفي بيناتكم قوي جدا، إن أنتوا في علاقة توأم روح أو توأم شعلة، وهو الحب اللي بيناتكم حب حقيقي، يعني حب ما يحدث غير مرة واحدة في الحياة. يعني الإنسان ممكن يحب أكثر من مرة في حياته كلها بشكل إجماعي، يعني بشكل عام، لكن يقول لك دائما انه اكو حب واحد هذا مستحيل انه يتكرر. فالعلاقه بيناتكم دا احس انه اكو نوع من المشاعر اللي هي تقول انه هذا الحب ما يتكرر مره اخرى، حتى لو انتم بعد الانفصال انعجبتوا او دخلتوا في علاقه مثلا وحسيتوا بحب تجاه شخص اخر، لكن مختلف تماما عن هذا الحب اللي حسيتوه مع هذا الشخص. يعني هذا النوع من الحب اللي هو الترو حب او الحب الصادق ما يتكرر عادة. ممكن تحبون أكثر من مرة لكن ما يجي أو ما يتكرر هذا الحب باختصار. طيب شلون شايفكم أنتم هذا الشخص؟ شايفكم أشخاص متزنين، أشخاص عمليين، أشخاص واقعيين، أشخاص ناجحين في حياتكم، من الأشخاص اللي تركزون على الكواليتي أو على النوعية أكثر من الكمية، باختصار بشكل عام في حياتكم، ومستعدين تاخذون وقتكم الكافي في سبيل الحصول على النوعية أو الكواليتي أنتم ترغبوها في حياتكم على مختلف المستويات، المستوى العاطفية أو المستوى المادي أو المستوى الاجتماعي، أو حتى في المستوى اختياركم إلى العمل أو الوظيفة أو المنصب تشتغلون عنه. بمعنى أنه ممكن أنه أنتم تنتظرون بدال السنة سنتين أو 3 إلى أن يعني تجدون الشخص المناسب لكم عاطفيا. ما تحبون انه انتم مثلا تدخلون في علاقات عابرة في سبيل لحد، يعني ما تحبون تدخلون في علاقات وما تحبون الشيء المسمى بعلاقات عابرة مثلا على سبيل الفرض، وتفضلون انه تبقون عازبين وتركزون على الشغل او العمل او الدراسة الى حين ايجاد البارتنر او الشريك المناسب لكم. باختصار انتم من الاشخاص العمليين المنطقيين، وما تحبون انه تقضون اوقات وتفكرون او انه تفضلون انه اذا تدخلون علاقه مع شخص فتكون علاقه جاده 100%. ما تفضلون العلاقات العابره وانه تقضون اوقات فقط حلوه مجرد انه اوقات الحلوه، لا، من دخول علاقه مع شخص هذا الشخص انتم حاطيك شريك حياه، وليس مجرد انه قضاء وقت والى اخره، يعني او علاقه عابره او علاقه لشهر او شهرين، لا. هو شايفكم انتم متزنين وناجحين، لكن عندكم نوع من التباطؤ في الخطوات، وهاي التباطؤ من الخطوات ناتج انه انتم تركزون على نوعيه الاشخاص، تركزون على نوعيه العمل، كل شيء في حياتكم تريدوه او ترغبون به يعتمد على الكواليتي، على النوعيه، على القيمه، على الفاليو للشيء اللي انتم تستخدموه. حتى هذا الشيء متعلق ايضا بملابسكم الخارجيه، بنوع العطور تستخدموها، بنوع الاكل اللي تاكلوه، تركزون دائما على النوعيه، على الفاليو، على القيمه. حتى لو كانت هذه الاشياء غاليه تفضلون انه تشترون مثلا في سبيل الفرض بدله واحده او قميص واحد او شوز واحد
سوري انه، لكن مهم يكون البراند او الكواليتي مالته جيد. اهم عندكم مثلا من شخص عنده مثلا 10 توبس او 10 تي شيرت، لكن الكواليتي او السعر مالتها مو ذاك الشيء يعني، فانتم من هؤلاء الاشخاص حتى في عملكم او حتى في وظيفتكم ما تحبون انه تسلمون بروجكت او مشروع تعتمدون فقط على السرعه، لا تحبون تنطون كل شيء حقه، ياخذ وقته مثلا البروجكت عندكم او مشروع معين تحبون تاخذون حقه تنطوه الكميه والنوعيه اللي هي 100% وتقدموا، فكل شيء عندكم تحبوه انه يكون بيرفكت باختصار. وانتم هنا ماخذين هوايه من دي يشوفكم من صفات المواليد الابراج الترابيه، ممكن تكونون انتم ابراج ترابيه اللي هي العقلانيه، المنطقيه، الواقعيه، التفكير المنطقي، التفكير الحذر الى اخره. طيب هو شلون يشوف هاي العلاقه باختصار؟ الثري اوف وند دا يشوف انه ممكن تكونون انتم بعيدين عن بعض حاليا، كل من في دوله مثلا معينه او كل من في بلد اخر او في مكان اخر، فدا يشوف العلاقه انه بعدها او تحتاج انه تكون في مرحله الانتظار، يعني تاخذ وقت، انه العلاقه يحتاج لها وقت انه حتى تكمل، او اكو بعد نوع من الانتظار، وهذا الانتظار ناتج عن وجود طرف ثالث. ممكن الطرف الثالث اللي هاي العواميد الثلاثه، ممكن الطرف الثالث لان هو هنا في مرحله الانتظار، او يشوف انه العلاقه حاليا هي في مرحله الانتظار، يعني ما بها يعني في الوقت الحالي انه لازم ننتظر مثل ما نقول. ممكن الثلاث اوراق هي ناتجه عن العفو الثلاث عواميد تكون، او انه دا يشوف انه العلاقه لازم يكون بها انتظار، ممكن تكون ناتجه انه اكو طرف ثالث. هذا الطرف الثالث يا اما تكونون انتم مرتبطين مثلا وهو لازم انه ينتظر لان انتم حاليا مرتبطين او انتم حاليا داخلين في علاقه، وممكن يكون العكس، يكون هو داخل حاليا في علاقه وهو المرتبط، فلهذا دا يشوف انه العلاقه ماخذه وضعيه الانتظار، او انه لازم انه اني انتظر يعني، او لازم انه اني اصبر، او ممكن لان انتم حاليا في بلدان بعيدين او اكو شيء بيناتكم يحس انه داخل، فدا يجبر انه ينظر الى العلاقه في منظار انه لازم ننتظر، لازم نصبر ونتامل بمستقبل جيد. هذا رؤيته او مفهومه او منظوره للعلاقه بيناتكم في الوقت الحاضر. طبعا هاي القراءه لمده شهرين يعني. طيب نواياه، نواياه يحاول انه يكسر الحواجز، يكسر كل شيء واقف في طريقكم من اطراف، من اشخاص، من مسافات، من بعد الى اخره. يريد انه يهز مثل ما نقول الجدار في الساقط كله، وتتضح الامور، تتلاشى الامور، توضح الامور. هاي الامور تتلاشى وتوضح. شلون تتلاشى وتوضح؟ من انه الجدار هذا كله يتهدم، الجدار اللي هو اللي يفصل بيناتكم في الوقت الحاضر، سواء كان هذا الشيء يريد ينهيه لهذا الشيء، سواء كان مثل ما ذكرت سابقا طرف ثالث، بعد مسافه، فشي حاجز حائل بيناتكم انتم الاثنين، ومن تقاربكم، من رجوعكم لبعض. لان هذا الشيء او هذا الحاجز اللي هو واقف بيناتكم دا يحسسه او دا يخليه انه يشعر انه هو متربط، ما دا يقدر انه يتحرك، ما دا يقدر انه يتخذ موقف، ما دا يقدر انه يتقدم خطوه الى الامام في اتجاهكم وباتجاه العلاقه. فدا يحس انه متربط، وهو دا يريد انه يتخذ خطوه سريعه وجريئه في اتجاهكم وباتجاه العلاقه. وهو لهذا السبب دا يخليه انه عنده مشاعر تجاهكم قوية، لكن في نفس الوقت هو حزين وحيد قاعد يفكر بيكم، لأنه هو حزين ووحيد لأنه هو دا يحس أنه متربط، ما دا يقدر يتخذ أي خطوة تجاهكم، بس هو يحبكم هذا الشخص وعنده مشاعر تجاهكم. طيب الأوتكم للعلاقة، الأوتكم من العلاقة إذا أنتم كنتوا في طرف ثالث بيناتكم، سواء كانت من ناحيتكم أو من ناحيته هو، فالطرف الثالث راح يبقى خلال هاي الشهرين حقيقة يعني. إذا أكون يطلع لكم الكارتين نفسهم اللي هي 3 of swords، فإذا أكو طرف ثالث سواء كان من ناحيتكم أنتم أو من ناحيته، سواء كان زوجة أو حتى مرتبط مثلا في علاقة عاطفية، أو ممكن تكونون أنتم متزوجين أو مرتبطين حاليا في علاقة أخرى، أو مثلا الطرف الثالث مثل ما ذكرت سابقا بعد المسافة، هو اضطر انه يسافر الى دولة اخرى للعمل او للدراسة، او انتم اضطريتوا تسافرون لعدة اسباب، فدا يشوف انه الطرف الثالث راح يبقى،
اذا عندكم طرف ثالث وانتم تعرفون هذا الشيء، للبعض من عندكم حيكون هذا الاوتكم خلال هاي الشهرين، وجود هذا الطرف. اذا ما عندكم طرف ثالث من ناحيتكم انتم او من ناحية هذا الشخص، وانتم متأكدين من 100% من هذا الشيء، ف حتحسون بحزن وبكسرة قلب خلال هاي الشهرين. ممكن البعض من عندكم انه انتم متوقعين وتحسون، لانه هنا طالع لي اللي هي الترو لاف، انه اكو حب حقيقي بيناتكم، اكو ترابط روحاني قوي جدا بيناتكم، اكو تواصل روحاني قوي جدا بيناتكم انتم من الناحيتين. لكن حتمرون بحالة من الحزن، او تحسون انه انخذلتوا من هذا الشخص. شلون نقول انه انا كنت اتوقع منك شيء، او اتوقع من عندك خطوة معينة، لكن انت ما سويت هذا الخطوة. فراح اشوف انه اذا ماكو طرف ثالث حتحسون بهاي فترة الشهرين هي مثل كسرة القلب. والسبب انه طلعت لكم هاي الكارتات. السبب طبعا انا ما اقرا عادة يعني قراءة عكسية للأوراق، لكن حقراها مثل ما هي، لأنه البقية كلها كانت عادلة، فقط هاي الكارتين اللي هي السترينث مع النايت اوف كابس. فأنتوا شفتوا على الأغلب متأملين. أعيد وأذكر، للبعض ما عنده علاقة ثلاثية. إذا أنتوا تعرفون أنه أنتوا في علاقة ثلاثية، فالعلاقة الثلاثية باقية خلال هاي الشهرين، ما راح يتخذ قرار لا من ناحيتكم أنتوا أو من ناحيته هو في العلاقة الثلاثية. لكن إذا أنتم ما كنتوا في علاقة ثلاثية، طبعا هي قراءة عاطفية عامة، فراح أشوف أنه راح تحسون بنوع من الكسرة القلب أو الخذلان، على مستوى أنه إحنا كنا متوقعة منك شيء وأنت ما سويت لي هذا الشيء. مثلا لأن أنتم تحسون أنه أكو ترابط عاطفي قوي، لكن هذا الشخص ما راح تكون عنده الجراءة أو القوة أنه يقدم لكم أوفر الحب خلال هاي الشهرين. لهذا حتحسون بنوع من الخذلان والحزن، لأن هذا الشخص على الرغم من أنه مشاعركم القوية، تحسون أنه هو ترو لاف، تحسون أنه أنتم في توأم شعلة أو في علاقة التوأم الروح أو توأم الشعلة، لكن هذا الشخص ما راح أشوفه أنه خلال هاي الشهرين، لأن طلع لي نايت أوف كابس مع السترينث مقلوبة، ما راح تكون عنده الجراءة أو القوة حتى يقدم لكم النايت أوف كابس اللي هو كأس الحب. طيب خلوني أشوف ليش هذا الشخص ما راح تكون عنده الجراءة أو القوة إنه يقدم لكم كأس الحب، أو إنه يعبركم من خلالها عن مشاعر تجاهكم خلال هاي الفترة. نعم، التواصل بيناتكم الروحاني قوي. هذا الشخص متواصل روحانيا. إذا أنتم في علاقة ثلاثية مثل ما ذكرت سابقا، فالعلاقة الثلاثية ما راح ينهيها خلال هاي 3 أشهر، لكن عنده نوع من الكارما. إذا أنتم في علاقة ثلاثية، فهاي العلاقة الثلاثية هي علاقة كارما. يعني شنو علاقة الكارما؟ يعني درس الإنسان لازم يدخل به أو يدخل في هاي العلاقة حتى يتعلم درس ما. لكن هاي العلاقة ليست علاقة لايف بارتنر، ليست علاقة أنه مستمرة طول الحياة. هي فقط علاقة لازم ندخلها أحيانا، مو لازم ندخلها، إنما ندخلها حتى إنه نتعلم درس ما، تعلمنا درس. لكن الأشخاص أو العلاقات الكارما هي علاقات ليست اللايف بارتنر، ليست علاقات طويلة الأمد أو إنه تبقى forever. فإذا كنتوا في علاقة ثلاثية للبعض، فهذا الشخص ما راح إنه يصارحكم، ولهذا حتحسون بالخذلان، لأنه هو لازم بعده مستمر إنه يتعامل مع علاقته الكارما، لازم يشتغل أو لازم إنه خلال هاي الشهرين إنه يصفي أو يقطع علاقته بهاي الكارما. البعض من عندكم يكون هذا الشخص مثلا متزوج وعنده نوع من المصالح أو البزنس الخاص بينه وبين هذا الشخص اللي هم في علاقة كارما، فما يقدر إنه رأسا بسهولة إنه ينسحب أو إنه يقطع هذا الشخص، خاصة إذا عندهم بزنس مثلا. البعض من عندكم ممكن هذا الشخص بعد انفصالكم عنه استقر مع شخص آخر، دخل في علاقة أخرى، وحتى تكون علاقة جادة اللي هي زواج مثلا، وأسس مشاريع أو أسس بزنس مع هذا الشخص، وأصبح هو يعني بارتنر، يعني بارتنر أيضا على مستوى البزنس.
فليس من الصعوبة. فلهذا هو ما عنده القابلية أو القدرة أنه يعبر لكم عن مشاعره أو يقدم لكم كأس الحب، لأنه بعد يتعامل بعد الكارما أو الدرس اللي لازم يحصله من الكارما معها علاقته بهذا الشخص بعد ما انتهت، أو أنه لازم يشتغل حتى أنه يصفيها. أوكي؟ لأن هذا الشخص نواياه تجاهكم صادقة، لكن هو ما يريد أنه يرجع لكم إذا ما عنده القوة الكافية. والقوة الكافية مثلا إذا أكو مشاكل فصلت بيناتكم في السابق، ما يريد أنه يوقف قدامكم وهو ضعيف. ضعيف شنو يعني؟ يعني إذا أكو طرف ثالث وحيجي يحكي وياكم وهو بعده ما متخلص من الطرف الثالث، حيكون موقفه موقف ضعف بالنسبة لكم، لأن هو يشوفكم أنتم ناجحين وعمليين ومتزنين أوريدي بحياتكم. فأنتم يعني you will never take the crop، يعني أنتم ما راح تاخذون أي شيء أقل من اللي أنتم تستحقوه. أما إذا أنتم هذا الشخص وأنتم تعرفون أنه ما عندكم أي نوع من الطرف الثالث على مستوى الشريك العاطفي، فهذا الشخص عنده بعض الأمور أو القضايا القانونية، مثلا انه ما يقدر انه يرجع حاليا للدوله اللي انتم عايشين بها، لانه عنده بعض الاوراق مثلا القانونيه او اوراق اقامته مثلا او فيزا العمل او الى اخره بعدها لم تخلص مثلا، او عنده نوع من المشاكل على المستوى المادي او القضائي، او عنده معاملات معينه متعلقه بالسفر او الهجره الى اخره بعدها ما منتهيه، فما يقدر انه يضبط اموره حتى انه يجي ويحكي وياكم، لان هو يريد انه لما يجي يحكي وياكم ويقدم لكم اوفر الحب او عرض الحب ويصارحكم عن مشاعره، يريد يكون في موقف القوه، السترينث، القوه. وهو حاليا طالع خلال هاي الفتره الشهرين موقفه ضعيف لاي سبب من الاسباب، سواء الطرف الثالث، مشاكل على الشغل، الاقامه، الجنسيه الى اخره. فهو ما يريد انه يتناقش وياكم او انه يتحاور وياكم الا من يحس انه متوازن، قوي، اندبندنت، واذا اكو كان طرف ثالث لحد ما يخلص من الطرف الثالث ويرجع سنجل 100% حتى يقدر يحكي وياكم. فيريد انه يوصل الى التوازن، ايا كان هذا التوازن على المستوى العاطفي، التوازن المالي، التوازن اذا عنده قضايا بالاوراق القانونيه، انه يحاول انه يخلصها كلها. اذا عنده طرف او شريك يحاول انه ينهي معاملاته او ينهي العلاقه مع هذا الطرف ويرجع اندبندنت، مستقل، سنجل، يلا يحكي وياكم. فالقراءه الثالثه مدى اشوف انه اي خطوات، لكن خلال هاي الشهرين ممكن انتم تحسون بنوع من الحزن، لان هذا الشخص تشوفوه انه او تحسون انه خذلكم، يعني تحسون انه الترابط قوي لكن ما يتخذ القرار، فصبروا عليه شويه. كارت النصيحه لكم حبايبي اللي هي الكينج اوف كابس. حاولوا honor your feeling. بالنسبه لي هذا الكارت حاولوا انه انتم لا تسدون طاقتكم على المستوى العاطفي. بحس انه انتم انتم الكينج اوف كابس اللي هو ملك الحب، لكن دا احس انه انتم تشوفون الكوبايه هنا فارغه. يعني على الرغم من انتم المشاعر والكميه الهائله من المشاعر اللي تملكوها مثلا لهذا الشخص او حتى اشخاص اخرين، لكن الكأس اللي تقدمون كأس الحب فارغ. فحاولوا انه تشتغلون على هاي المرحله. انا ما بدي اقول انه انتم لازم تعطون حبكم بشكل غير معقول، لكن حاولوا انه honor your feeling. اذا عندكم نوع من الفيلينج، مو الا انه انتم تكونوا كلش معتمدين على الاخرين او تظهرون 100% بمشاعركم، لكن حاولوا تظهرون من مشاعركم، لان دا احس انه انتم مثل القاعدين ومحتفظين في مشاعركم كلها جواكم. حاولوا تظهرون، حاولوا تبينون هاي النوع من المشاعر سواء مع هذا الشخص او حتى مع اشخاص اخرين، حتى تقدر ايضا تنجح علاقتكم. لان هناك كارت طالع لكم انه true love، عندكم حب حقيقي حبايبي، والحب بدي تشعرون تجاه هذا الشخص حتى صارت بيناتكم ازمات وانفصالات، فهو حب حقيقي. خليني اسحب لكم كارت ايضا اخر للنصيحه. نعم، اوكي. ممكن انتم الكينج مثل ما قلت لكم سابقا هو محتفظ في مشاعره، فكارت النصيحة لكم لا تحتفظوا بمشاعركم الداخلية. حاولوا انه انتم honor، انه مثل ما نقول تعترفون بمشاعركم. اذا عندكم مشاعر تجاه شخص ما، لا تحاولوا انه تكتموها فقط في داخلها وتكونون ناشفين وتظهرون بمظهر الناشفين او الباردين في علاقتكم، ولا تخلوكم عنيدين ايضا وترفضون الاوفرات او كؤوس الحب سواء كانت من هذا الشخص
او من اشخاص اخرين. انا طبعا ما راح اقدر اقول لكم انه انتم في علاقه حب صادقه ولازم تنتظرون هذا الشخص، او لانه ما يشوف انه راح يتخذ خطوات تجاهكم خلال هاي الشهرين. لكن النصيحه العامه لكم honor your feeling، تمسكوا بمشاعركم سواء كان تجاه هذا الشخص او تجاه اشخاص اخرين. لا تحاولون ترفضون الاوفرات او عروض الحب اللي تجيكم سواء كانت من هذا الشخص او من اشخاص اخرين. حاولوا تكونون open minded وتاخذون اكشن في بدايات جديدة. يعني لا تحاولون انه انتم repeat yourself again over and over again. حاولوا تاخذون اكشن جديد مع بالبدايات الجديدة سواء كانت مع هذا الشخص او مع اشخاص اخرين. لا تحاولون تكون الجادجمنت مالتكم نتيجة العلاقات السابقة أو نتيجة أحداث صارت في السابق، تحاولون أنه أنتم judge it for everyone coming in your life، سواء كان هذا الشخص من الماضي هو نفس الشخص أنتم تعاملتوا معه أو مع أشخاص آخرين. الأشياء اللي صارت في الماضي مو معناها لازم تتكرر مع أي شخص جديد أو من الماضي أنتم تشوفوه. أوكي حبايبي، فهنا مطلوب من عندكم هاي كانت النصائح. الأبراج طبعا اللي أشوفها بدي أشوف برج الميزان، برج الدلو، الأسد، برج العذراء أيضا، هاي كأبراج، والحوت أيضا برج الحوت. فالميزان، الدلو، الأسد، الحوت والعذراء. أما بالنسبة للطاقات فدي أشوف الهوائية بقوة والنارية والترابية والمائية. أوكي حبايبي، شكرا جزيلا. أتمنى يا ربي الفيديو هذا اليوم عجبكم. أشوفكم على خير. شكرا جزيلا.